النجوى. اكتشفت ان الميد ترم الاسبوع الجاي. ده طبعا. وكنت بكتشف المادة لأول مرة ساعتها. ده طبعا. وعلى 60 صفحة. ده طبعا. كنت جايب 3 من 100 في المادة دي. ده طبعا. بس اكيد المواد دي انت دلوقتي عرفت اهميتها لما نزلت سوق العمل. ده طبعا. الواحد كان بيكتشف أصلا المواد اللي عنده. فأنا كنت داخل محاضرة مايكرو عام، اكتشفت ان الميد ترم الاسبوع الجاي وعلى 60 صفحة، وكنت بكتشف المادة لأول مرة ساعتها. طب بس اكيد المواد دي انت دلوقتي عرفت اهميتها لما نزلت سوق العمل. ده طبعا. طب ما تحكي لنا كده عن ماده انت اهملتها او يعني ما ذاكرتهاش كويس وبعد كده اكتشفت ان هي كانت اساس في شغلك. طبعا في مواد كتير انا اهملتها. المواد دي كانت في الترم الاول لان انا كنت مهمل جدا في الترم الاول. كان عندي ماده اسمها اسم عامل، هي ماده معمليه فيها اساسيات المايكرو كده. لو اي حد بيشتغل اخصائي مايكروبيولوجي لازم يتسال في الانترفيو في الاساسيات المايكرو اللي هي موجوده اصلا في الماده دي. انا دخلت امتحان الماده دي وانا لا افقه شيء حرفيا عن المايكرو، ومش ببالغ يعني انا ما اعرفش اي حاجه. انا دخلت الامتحان ده جاوبت اجابات يعني بص لو قعدت اتكلم عنها اجابات خزعبليه حرفيا. طبعا الماده دي كله بيجيب فيها بقى يعني جيد جدا مرتفع امتياز. انا كنت جايب 3 من 100 في الماده دي، وحرفيا المعيده كانت بتشفق عليا بالثلاثه دول كمان.